لان العرض مغري. يعني نادي الوكرة القطري خلاص يعني عارض 3 مليون دولار لحمدي في السنة. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. حمدي فتحي شكله كده رايح قطر لأن العرض مغري. يعني نادي الوكرة القطري خلاص يعني عارض 3 مليون دولار لحمدي في السنة، والأهلي 3.5. الأهلي عايز يزودهم ل5 مليون عشان نبقى واقعيين. مشيه وديه من غير على طول، ما تفكرش. تفكر في ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ ده دولارات يا بيه، دولارات. طلع غيره وطلع غيره، والاهلي عامر ما شاء الله ومضى بوبو، يعني الدنيا تمام. وعندك اكرم توفيق جاي في نص الملعب. لا، ما انا لازم عشان استمر امشي لازم يبقى في حاجات زي دي. وهو هيكون الاجنبي السابع في نادي الوكرة. وهقول لكم دلوقتي مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، لكن ناخد تليفون مهم من قطر. الأستاذ إسماعيل مرزوق الناقد الرياضي من الدوحة. أهلا بيك يا أستاذ إسماعيل. اهلا بحضرتك استاذ مهيب، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه يا فندم؟ يا رب يا رب والله تكون ربنا بخير. يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبي. طيب طمنا طمنا. عليك وعلى كل اللي عندك. أنا هقول لك على حمدي فتحي في الأول وهديك مفاجأة، مش عارف بقى حضرتك تعرفها اتفضل. ولا لأ، برضو من قطر يعني. هنفجر مفاجأة أنا وأنت دلوقتي بما إنك هناك يلا قول. في الدوحة. لا، قول لي اللي عندك الأول. اللي عندي انا بقى عايز اقول لك ان الصفقه انتهت تماما. انتهت الاهلي تماما وافق. زي ما قلنا يعني. انتهت تماما. تمام. الاهلي تفاصيلها بقى. العرض مغري. مم. العرض مغري. الاهلي كان عايز يوصل الصفقه الى حوالي 5 مليون، زي ما انا قلت. الحمد لله. واعتقد خلال الساعتين الماضيه اعتقد ان الاهلي زودها حوالي 500,000 لتصبح 3.5 زي انت حضرتك ما قلت. 3.5 تمام. اه بس الاهلي كان هو عايز الاهلي 5. كان عاوز. الاهلي عايز 5. ما هو الاهلي ما بيعرض 5 بيبقى حاطط في دماغه او في تفكيره حاجتين. 4. اما اوصل ل5 4 3 بالظبط. نجح ان هو يوصلها الى 3.5. طبعا ده حاجه رائعه. الاتفاق تم تماما، وفي من قبل مباراتي الفاينل الذهاب يعني والإياب. اقدر اقول اللاعب حمدي فتحي الى الوكرة القطري الى الواقع ان شاء الله. على هم مسؤوليه معجبين حضرتك، بحمدي. عشان بس انا على طيب. مسؤوليتي. تمام، يبقى حمدي انا عموما واخد الخبر اليوم عندي رسميا حمدي فتحي الى الوكرة حمدي فتحي القطري. الوكرة. طيب. حمدي في الوكرة ان شاء الله. عندك حاجه تاني؟ لا، في اتصالات تمت ما بين اللاعب والنادي. مش عايز اقول لك من سنه او من 5 6 اشهر. واللاعب ليه رغبه كبيره جدا والح، واعتقد ضغطه على النادي. والله قلنا كده، والله قلنا كده. الناس زعلوا لما قلنا ان حمدي فتحي عايز يروح. عايز يروح لانه قعد. بص، الولد لما كان في الدوحه قعدوا معاه. تمام. وهم والاسباني لوبيز مدرب الوكرة معجب بطريقه اللعب. وبالتالي لما قعد معاه اقتنعوا الاثنين ببعض. تمام. اللاعب نقل رغبته الى النادي الاهلي. أيوة. النادي الاهلي في الاول اتمسك. وفضل في نوع من الممالطه ما بين اللاعب وما بين لا، ما اقدرش اقول ممالطه، اقول دي شطاره. يعني انت عارض 2 خليهم 3 لحد ما وصلوا 3.5. شطارتنا احنا كمصريين. طبعا. الله. نقدر نقول الصفقه عندك بضاعه كويسه، يعني عندك بضاعه كويسه. ونادي الوكرة عايز اقول لك حاجه يا استاذ مهدي. نادي الوكرة بقاله موسمين في المربع الذهبي. أيوة. لدوري النيوم QNB. أيوة. نادي الوكرة بيقدم على فكره من افضل الفرق اللي بتقدم كوره، والكوره بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. طيب. عنده محترفين على مستوى عالي جدا. يعني عندك دالا وعندك بنياتو، مش عايز اقول لك من اللعيبه الهدافين. وحمدي فتحي هيكون اضافه كبيره جدا للدوري القطري. واحنا مش هنقول صحفيين او اعلاميين، احنا كجمهور مصري والجاليه المصريه في الدوحه اللي بيقدر عددها حوالي 200,000 فرد بتسعد بان لاعب مصري يكون في الدوري القطري. لان بقالنا فتره كبيره جدا
من اخر اعتقد من احمد فتحي لما كان في مصلال، لم ياتي لاعب الى الدوري القطري خلال هذه الفتره. طيب اديك انا بقى مفاجاه تشتغل عليها بقى. يلا اهو قبل ما يلا أبدأ. يلا، عرض رسمي من احد الانديه القطريه القفشه. ها، واللاعب مرحب. لا انا والله هقول لك انا حاجه. ها، حكايه قفشه يعني هي جديده منك. لا 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 لا، ده وأنت اسمع اتفضل. اسمع، دي نوفي. اتفضل اتفضل. دي نوفي، جديده منك. ما انا بقول لك وأنا بقول لك نوفي. جديدة منك. اقول لك حاجه، جد... النهارده اتفضل. النهارده ها. هتخليني ارجع اكتب الخبر يا مهيب. لا دي نوفي بجد والله، نوفي. اقول لك بص النادي خلاص بقى، خليها بيني وبينك بقى، انا هكتبها. السادس كده في الكل بيدعم الأهلي والكل خايف عليه.